أنا عاوزاكِ ترحرحي براحتك خالص، وتسيبي المطبخ يدهن، وتسيبي الحيطان تدهن، وسيبي بوتاجازِك وكل حاجة، ريّحي دماغِك كده لإن أنتِ عارفة إن في الآخر معاكِ منظف هيجيب من الآخر معاكِ، عارفة أنتِ العاصفة اللي هي بتيجي تاخد كل حاجة في ثانية كده، أهو ده، المنظف ده هيشيل لِك كل الدهون دي في ثانية، زي العاصفة كده بالضبط، فاللهم بارك، نامي بقى ورحرحي وفكِّك من الدهون والكلام ده كله، وما تشيليش هَم الدهون في المطبخ خالص، إحنا النهارده مش هاقول لِك بقى دهون بس، لأ ده إحنا بنعمل النهارده منظف هيغنيكِ في كل التنضيفات بتاعة البيت، أنا عايزة أقول لِك اعملي لِك منه 2، 3 لتر، 4، 5 اعملي قد ما تعملي لإنِّك هتحتاجيه وهترجعي له كتير جدًا في تنضيفاتِك كلها في البيت، مش عايزة أقول لِك بقى من غسيل لتنضيف لمسح لكل حاجة، بُصّي المنظر يرضيكِ كده يا دعاء المنظر اللي أنتِ عاملاه ده، المنظر ده مش حلو خالص في حقنا يا جماعة، لمّا يبقى معانا منظفات جامدة ونعمل المنظر ده يبقى إحنا كده بُصّي لأ محتاجين إعادة ترتيب من أول وجديد. بس طبعًا أنا باعمل لِك المنظر ده ليه وسايباه كده ليه، طبعًا علشان أنا باصوّر لِك فيديوهات، وطبعًا لازم أورّيكِ النتيجة قبل وبعد، فلازم بإذن الله كده نشوف الجمال اللي إحنا بنعمله ده بيوصل معانا في الآخر لإيه. اللهم بارك يا بنات، عاملة لِك المنظف النهارده هتعتمديه حرفيًا ومش باقول أي كلام. النهارده بإذن الله خليكِ معايا لآخر الفيديو بعد ما تسمّي الله وتصلّي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك الجميل بتاعِك واشتراكِك القمر اللي هينورني في القناة، وتعالي بقى نشوف الخلطة الجميلة أوي، أوي، أوي اللي أنا باعتمد عليها في بيتي، والله العظيم يا بنات من غير كمان حلفان، أنا فعلًا باعتمد عليها اعتماد كلّي، ما باقدرش أنضّف حاجة في البيت والخلطة دي مش موجودة معايا، اللي هي إيه يا دعاء؟ خلطة كلوروكس الألوان بس النهارده عاملاه لِك جل، اللهم بارك على تنضيفه وحلاوته، وعايزة أقول لِك بُصّي النهارده كمان مسحت بيه كمان ونضّفت بيه فرن البوتاجاز، ما كانش عالي أوي في الدهون ولكن كان في شوية حروق خفيفة كده، حبيت إن أنا أنضّفها برضه معاكم، وهنشوف كل حاجة في الفيديو، تعالي النهارده سمّي الله كده ويالّا بينا نشوف الفيديو الجميل ده. بُصّي بقى يا ستّي الكل ده البوتاجاز وده حاله اللي كان مُزري جدًا في التنضيف، يعني بُصّي عايزة أقول لِك أنا سِبته كام يوم، دي بس كده يا دوبك يومين 3 كده 4 قولي مثلًا سايباه بدهونه وكده وبحلاوته اللي أنتِ شايفاها دي. المنظر بصراحة صعب عليّا جدًا، جدًا، مش عايزة أقول لِك بيقتلني كده وأنا داخلة المطبخ وباشوف المنظر ده كل يوم وسايباه غصبٍ عني عشان خاطر عيونكم الحلوين. فسِبته ليه؟ عشان أعمل معاكم المنظف ده، عشان في دايمًا تقول لِك أنتِ بتنضّفي تنضيف، أنتِ بتعملي حاجة نضيفة عندِك، لأ أنا مش باعمل حاجة نضيفة يا ست الكل، أنا باسيب الحاجة تتبهدل قدّامِك زي ما أنتِ شُفتِ، عشان أوريكِ النتيجة في الآخر، ودي كانت النتيجة اللي حضرتِك شُفتيها. خلّيكِ بقى معايا كده بعد ما تسمّي الله، وتعالي هاتي لي يا ست الكل كده زي 2 لتر من المَيّة، تمام، وهاتي لي معلقة واحدة بس من النشا، تمام، النشا ليه هنا؟ لإن أنا النهارده هاعمل لِك كلوروكس ألوان جل، جل كلوروكس الألوان يا بنات بيتباع برّه بأرقام فلكية دلوقتي، تمام، فالنهارده أنا عايزة أقول لِك مش هاقارن لِك بينه وبين اللي برّه نهائي، لإن ما فيش وجه مقارنة. هاحط كمان معايا معلقتين من بيكربونات الصوديوم أو الكربونات زي ما حضرتِك بتسميها. تمام، هاقلِّب كل مكون باحطه كويس جدًا، أهم حاجة يا بنات عندي التقليب الجيد جدًا لأي مكون إحنا بنحطه. حطينا كمان معلقة من ملح الليمون، خدي بالِك من المكونات اللي باحطها كلها مكونات تحفة التحفة. طب أنتِ حطيتِ النشا ليه؟ النشا بيدّي تنعيم وبيدّيه كمان القوام بتاعه زي الجل كده، بيبقى في الآخر جميل أوي وقمر أوي ما شاء الله، وأنتِ بتشتغلي بيه كده بتحسي إن أنتِ مستمتعة بيه. ده غير إن أنتِ لمّا بتحطيه كده على أي حاجة بتنضفيها بيثبت في مكانه شوية، فبينضف معاكِ المكان. هاجيب بقى ست الكل نُص كوباية كده من المَيّة، وده البرطمان اللي أنا حاطاه على طول للبوتاص باقلِّب فيه. لو حضراتكم بتشوفوني يعني في الفيديوهات اللي قبل كده دايمًا باقلِّب البوتاص في المكان ده، لإن أنا طبعًا مخصصاه له. معايا معلقتين هرميين من البوتاص، أنتِ تشوفيني حطيت 3 لكن أنا حاطة يعتبر بالضبط كده 3 معالق معلقتين كبار هرميين. قلِّبيهم كويس جدًا وخلّي نَفَسِك بعيد وأنتِ بتقلِّبي يا جماعة البوتاص ما بيخوّفش، الخوف بس وأنتِ بتقلِّبيه هي دي الحتّة الخطر بس فيه ما يلمسش إيديكِ تمامًا. ولو لمس إيديكِ لا قدّر الله نقطة خل كده على الحتة اللي لمسها وخلاص على كده. حطيه بقى يا ست الكل كده على بقية المكونات اللي إحنا حطيناهم وقلّبي كويس، هتبُصّي تلاقي القوام بتاعِك بدأ يتقل كده، بُصّي زي ما حضرتِك شايفة كده تلاقي النشا لفِّت معاكِ، يعني عملت قوام حلو أوي اللهم بارك، يعني حطيت معلقة واحدة بس للترين 2 لإن أنا مش عايزة قوام تقيل، أنا عايزة قوام كده جيلي زي اللي برّه، اللي بيتباع برّه يا بنات بيبقى نفس الطريقة كده، اللي هو بُصّي ولا تقيل أوي ولا خفيف أوي، بيبقى في النُص كده، تمام؟ هاتي بقى ماء الأكسجين وده بقى الجبار التحفة اللي مش قادرة أقول لِك على جماله في التنضيفات في كل حاجة، حتى في الغسيل كمان، ده أنا هاقول لِك على استعمالاته دلوقتي اصبري عليَّ بس وخليكِ معايا للآخر.
حطيت قد ايه؟ حطيت 4 معالق من ماء الاكسجين، لكل لتر حطيت معلقتين. الكميات اللي انا بعملها لك ديت هتضاعفيها لو انت هتضاعفي كميه اللترات اللي عندك، يعني لو هتعملي 2 3 لتر بقى ضاعفي الكميات ديت على قد ما انا عامله قدامك. تمام. يبقى انا حطيت 4 معالق من ماء الاكسجين. هجيب بقى ست الكل نص كوبايه كمان معايا من الخل، والخل هنا تعقيم وتطهير وتلميع وكل حاجه جميله ممكن تتكلمي فيها. تمام. يعني المكونات اللي انا بحطها لك دي كلها اللهم بارك بتدي في الاخر معاكي منظف. الله اكبر على الجمال، مش قادره اوصف لك جماله بقى، وهنقعد بقى نتغزل فيه. الخطوه دي اختياريه، لو حابه انك تحطيها اللي هو تكسبون، لو موجود عندك حطي، مش موجود ما تشغليش دماغك ولا كاني قلته. تمام. لان هحط لك بديل دلوقتي كمان، بس انا هنا زودت يعني حطيت زياده جوده للمنتج بتاعنا النهارده اللي هو كلوروكس الالوان. حطيت معلقتين من التكسبون، زي ما قلت لك موجود عندك حطي، مش موجود ولا تشغلي دماغك تماما. وكل ما احط مكون زي ما قلت لك بنقلبه كويس جدا. طب انا لو ما عنديش تكسبون هحط ايه؟ هقول لك دلوقتي، بس ما تستعجليش، وحطي اللايك معايا يا حبيبه قلبي، واشتراكك الجميل نوريني في القناه. ويلا بينا نكمل المقادير. هحط كمان كوبايه من صابون سائل المواعين، زي ما حضرتك شايفه كده، اي نوع موجود عندك حطيه، بس يا ريت يكون جودته حلوه لان ده بيفرق معايا كتير جدا في الوصفه بتاعتنا. هتحطي كوبايه من مسحوق سائل المواعين. لو مش موجود عندك التكسبون، احنا كده كده حطينا الاتنين عادي، احنا بنزود جوده، لكن لو مش موجود التكسبون ما يفرقش معانا كتير برضو. تمام. ولكن هحط ايه؟ هتقولي لي هحط بديل، انا عطاك البديل اهوت، اللي هو كوبايه من صابون سائل المواعين. تمام. اي نوع موجود عندك. الخطوه بقى اللي انا عارفه ومتاكده ان هي ملهاش اي 30 لازمه مع ست البيت، اللي هو اللون ده، لان كده كده البوتاص بيسحب اللون بتاعك. اللي هو لو طبعا لو مش جايباه من مكان تجاري، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، هي الوان المايكا بنات، لو مش موجوده عندك حطي اي لون. وعايزه اقول لك لو انت مش بتجري فيه ما تحطيش، يعني هو ملهوش اي 30 لازمه في الوصفه، هو يا دوبك بس عشان اللي بتصور، او مثلا لو هتبيعيه فهيفرق معاكي بس في الحاجات دي. لكن زي ما حضرتك شفتي كده حطيت اللون واتسحب، لان طبعا بوجود البوتاص بيسحب الالوان، فيما عدا طبعا الالوان المايكا اللي بتتباع تجاري للمنظفات، دي حاجه تانية غير اللي انا بحطه دلوقتي. اللي انا حطيته ده لون غذائي، ما فرقش خالص في الوصفه بتاعتنا، بس انا حبيت اوريكي بس. طيب. في ناس برضو تقولك انا حطيت لون ازرق، اللي هو بتاع مثلا الزهره، قلبت معلقه كده من الزهره اللي هي الزرقاء اللي هي النيله. برضو على فكره بتدي نظافه وبتنظف برضو، لو هتحطي الكلام ده على الغسيل هيفرق قوي معاكي في التنظيف. وبرضو عايزه اقولك ان البوتاص بيسحبها لو ما قلبتيش كويس جدا، بيتقلب كويس جدا يا بنات، عشان كده بقولك دايما قلبي المكونات حلوه قوي. طيب هيفرق معانا؟ لا مش هيفرق في اي حاجه، يعني لو مش عايزه تحطي اللون ده نهائي، ولا زهره ولا لون ولا اي حاجه، ما تحطوهوش لو انت هتعمليه لبيتك عادي. انما لو هتعمليه كتجاري، ممكن هتشتري الالوان المايكا من محلات اللي هي التجاريه. بصي بقى القوام بقى، اللهم بارك على الجمال والطعم والحلاوه. ما شاء الله اللهم بارك يا بنات. بصي قوامه، ما تقوليليش بقى جل الكلوروكس الالوان اللي بره نهائي. وفي خطوه كمان انا نسيت احطها للامانه يعني معاكم، هو المعطر. المعطر طبعا انا نسيته تماما وانا شغاله، فطبعا انا حبيت ان انا اقول لكم عليه في التسجيل بتاع الفيديو. لو عندك معطر هتحطي مثلا اي نوع معطر عندك بقى، اي كميه اللي بتحطيها، مثلا هتحطي غطا او غطايين لو هو مركز. او لو مثلا بتجيبيه سايب من المحل البيع المنظفات، هتحطي بقى نص كوبايه على حسب ما انت حابه الريحه بتاعته عامله معاكي قد ايه. جبت بقى الجيركن بتاعي، والجيركن زي ما حضرتك شايفه كده لازم يكون سميك شويه، عشان طبعا البوتاص بياكل اي حاجه خفيفه، لو ازازه خفيفه او سمكها خفيف هياكل معاكي الازازه. فدايما نخلي الجراكن اللي هي سمكها تخين زي اللي انا قدامك دي دلوقتي، تحطي فيها اي وصفه احنا مدخلين فيها البوتاص، لازم دايما تكون حاجه سميكه. هعبيه زي ما حضرتك شايفه كده، انا كنت عامله طبعا بالاضافات والكلام ده كله، زاد طبعا عن 2 لتر من الميه. فطبعا انا حطيت الباقي في ازازه كمان، يعني بصي عملت دوت جيركن تقريبا في حدود 2 الا ربع كده لتر. ومعايا كمان ازازه تانية اللي هي بنضف بيها في المطبخ وبنضف بيها في التواليتات اعزكم الله. يعني ما شاء الله اللهم بارك، عملت كميه كده تحفه، هتخليكي بصي تزغرتي كده في البيت من كتر النظافه والجمال. وعلى سيراميكك بقى، وهنعيش دلوقتي في النظافه وهنشوف كل حاجه. بصي الازازه التانية اهي عبيتها كمان، وهيفضل معايا كوبايه كمان، وما شاء الله اللهم بارك الكميه حلوه جدا جدا ما شاء الله، هتغنيكي بقى فتره طويله. ومش عايزه اقول لك مش هتشتري بقى منظفات تاني خالص خالص، يعني بعد ده كده انسي المنظفات. الناس اللي بتقولي عايزه اعتمد منظف واحد، خدي بقى ده النهارده مني كده واعتمديه.
بصي بقى البوتاجاز والدهون اللي كانت موجوده عليه، ودي بقى لها كام يوم طبعا، وعلى عيني وعلى حبه عيني ان انا سايباه كده، ما بقدرش، بس طبعا حبيت ان انا اسيبه لكم كده عشان اوريكم النتيجه. وفي ناس كتيره ما بتصدقش الا لما بتشوف بعينيها. باجيبه كده زي ما انت شفتي، الازازه اللي انا عبيتها ديت خارج الجركن كمان، شوفوا الكميه بقى قد ايه، ما شاء الله كميه حلوه قوي. ورشي على اي مكان يا بنات. اللي بيقول لي، اللي في بنات بتدخل تقول لي مثلا، او اخوات بيخشوا يقولوا لي انه غلط على الاستانلس، انا قدام عيني كل حاجه بعملها في بيتي فيما عدا بس الالمونيا يا بنات. دايما اقول لكم الالمونيا اوعي البوتاص يجي ناحيتها. طب عيون البوتاجاز، العيون اللي عندي ديت يا بنات داخلها ستانلس، فما بيفرقش معاها قوي البوتاص نهائي. يعني انا زي ما حضرتك شايفه كده بقالي سنين طويله بنضف بالبوتاص، ما بيجرى لهمش اي حاجه، وده دليل على ان هم داخل فيهم الاستانلس. هترشي بقى، يعني لما بعمل المنظف ببدا ارش على كل حته انا عايزه انضفها، وبسيبه بقى راحه جايه كده انضف بقى اللي هو نزل، واللي يعني مثلا انا رشيت الاول على البوتاجاز اهو وسبته، لان اكتر حاجه بيكون عليها دهون هو البوتاجاز. وبتسيبيه شويه ليه؟ عشان بقى تبقي تنضفي باريحيه، اللي هو انا بنضف وانا مرتاحه، مش هقعد احك بقى واعمل، لا. هو بمجرد ما بترشيه بتسيبيه دقيقتين 3 عبال ما تنضفي رخامه، عبال ما تلمي مواعينك في المطبخ، عبال ما تروحي تعملي اي حاجه، بترجعي كده بالفوطه زي ما حواريكي دلوقتي، كل الدهون بتتشال. اللهم بارك. بصي الرخامه عملها ازاي، والرخامه دي كانت مليانه دهون يا بنات، والله ما بقى يعني مش بقول لك كده لا. عندك برضو الغطا بتاع البوتاجاز اللي حضرتك شايفاه ده دلوقتي كان مليان، بصي هو حتى باين وانا بمسحه. ان عايزه اقول لك المنظف ده بياكل الدهون تماما. يعني بصي لو كل يوم في ايديكي كده، انا عايزه اقول لك ده منظف يومي، منظف اسبوعي، عايزه تحطيه زي ما انت حطيه. بصي على قد ما يكون موجود عندك اتساخات هيبقى ايديكي ورجليكي في كل حاجه. طب هتستعمليه لايه تاني؟ هقول لك يا ست الكل، انت عندك الغسيل الابيض والغسيل الالوان هتستعمليه. هتقولي لي ازاي الوان وازاي؟ انا بقول لك كده استعمليه للاثنين واتفرجي على النظافه. يعني حطي منه كوبايه كده مع الغسيل بتاعك في الغساله العاديه او الفوق اوتوماتيك، ما شاء الله، لان هنا في رغوه، فطبعا ما ينفعش ان احنا نحطه في الغسالات اللي هي الاوتوماتيك. تعالي بقى ست الكل، بصي العيون عملت ازاي، ننزل كل حاجه. طب انا همسحها ازاي؟ بسلكه دي ولا بسبونشه؟ خالص خالص، مش عايزه اقول لك ان انا بالفوطه، وحواريكي بعينيكي دلوقتي. انا طبعا رشيت على العيون اللي فيها دهون، بصي بايديا كده بتتشد، يعني اللي هو بصي ما فيهاش اي حاجه. بعد ما شلت كده الحوامل بتاعه البوتاجاز والعيون، بصي حواريكي بقى ازاي، بصي بقى الجمال وبصي الحلاوه. هو ده اللي انا بحب بقى اريح ست البيت، اللي هي تحط المنظف وتمسح بالفوطه كانك كده بتدلعي في المطبخ بتاعك مهما بلغت الدهون. بصي الجمال، بصي الجمال بالفوطه. بس انا ما بعملش حاجه غير بالفوطه، يعني حتى الاسبونشه هنا ما استعملتهاش، لميت كل الدهون اللي موجوده بالفوطه وشلتها ونضفتها ورجعتها تاني، وهكذا. يعني حضرتك مش هتتعبي ابدا في تنظيف مطبخك او في تنظيف البيت في العموم. عشان كده دايما اقول لك سيبي مطبخك زي ما انت حابه ونامي وارتاحي، لانك عارفه في الاخر هتنسفي كل ده في ثواني. اللهم بارك. وطبعا بسم الله ما شاء الله، يعني استعمالاته ما تتعدش. يعني من اجمل الحاجات اللي موجوده والمزايا اللي موجوده في المنظف ده اني بستعمله، بعمله لكل حاجه موجوده عندي في البيت. تستعمليه كمان في التواليتات، ده في التواليتات اعزكم الله، والسيراميك بتاع التواليتات بتاع الحمامات. وعندك كمان زي ما حضرتك شايفه كده في فرن البوتاجاز، لو عندك فيه حروق هيشيلها لك فورا. يعني انا هنا عندي ما عنديش ابدا، ما عنديش برضو دهون جامده في الفرن، بس حبيت كده ايه امشي عليه تمشيه كده خفيفه. بس عايزه اقول لك اللهم بارك، انت لو عندك بقى دهون جامده او حروق موجوده في الفرن، ارمي عليها كده المنظف ده وسيبيها شويه. كل ما كانت الحروق جامده هقول لك سيبيه شويه، يعني اتقلي عليه حبه كده بحيث ان هو ياكل معاكي الدهون الموجوده. تمام. وبالفوطه بصي انا بوريكي بقى يعني الحروق خفيفه عندي مش كتيره قوي، فحبيت برضه اديله تلميعه كده. اللهم بارك، بيخليه في حته تانية ومكان تاني تماما زي ما حضرتك شايفه كده الجمال. تمام. استعمالاته كتيره جدا يا بنات، مش قادره اعدها لك، مش قادره اوصف لك جماله، وما شاء الله اللهم بارك. وشوفي بقى البوتاجاز دلوقتي عامل ازاي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وخفيف على قلوبكم، ويا رب كده دايما بخير، احلى اخوات في الدنيا ما تحرمش منكم. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.